عاوزة تعملي تورتة ومحتارة تزينيها ازاي او عاوزة افكار جديدة ومختلفة للتزيين، كل ده ان شاء الله اعرفهولك في حلقة النهاردة باقل مجهود وامكانيات. حتى لو مبتدئة هقولك ازاي تزيني تورتاية بكل سهولة، حجم كبير، نص فواكه ونص شوكولاتة، بجد تنافس اشهر محلات الحلواني. هتشرفك جدا لو عندك عيد ميلاد او مناسبة باذن الله. يلا بقى نسلل الرسول في الاول قبل ما نبتدي مع بعض. ادي بقى تورتتنا الجميله بعد ما قعدت ساعتين في التلاجة والكريمه شدت كده على الكيك وسقعت معايا. الحلقه اللي فاتت جلسناها بالكريم شانتيه وحشيناها، وزي ما وعدتكم حلقه النهارده هنزينها برضو بطريقه بسيطه. يا ريت ترجعوا للفيديو تستفيدوا جدا جدا. بدات افصل ما بين التورتتين بروزيتات خفيفه من الكريم شانتيه وانزل على طول بصوص الشوكولاته، عملته معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو بطريقه سهله واقتصاديه. اهم حاجه لما نيجي نضيف الصوص ما نضيفش بقى بكميه كبيره ويفضل بقى ينزل مننا ونهدر في الخامات. خامات الحلويات تحديدا غاليه جدا، مش عاوزين اي اهدار فيها. شويه بشويه كده وبظهر المعلقه هنبدا نوزع صوص الشوكولاته ونخلي قوامه الى حد ما تقيل شويه بظهر المعلقه. ما شاء الله طبعا كانت التورتايه حجمها كبير، فكنت بتعامل معاها بحذر جدا، وخصوصا ان رخامه المطبخ عندي كانت صغيره. الف كده التورته وابدا اجلس بصوص الشوكولاته، انزل شويه بشويه وبظهر المعلقه هتبدأي انك انتي توزعي الصوص كويس جدا عليها. حتى لو انتي مبتدئة واول مرة تعمليها فالطريقة دي اسهل طريقة. انا بقى لا حاطة حاجة تحت الديسك ينزل فيها صوص الشوكولاتة بكمية كبيرة ولا حاجة، هو طبعا هيبدأ يصفي بكمية قليلة. سهل بقى انك تلميه، ما يكونش صعب عليكي ولا بقى ياخد وقت ولا مجهود. هبدأ اوزعه، وطبعا الزيادة دي بلمها بمعلقة صغيرة واجيب منديل مطبخ وامسح الديسك بتاع التورتة. بيكون سهل جدا عليا ومش بتاخد وقت ابدا. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ امسح كده بمنديل المطبخ، وطبعا الكريمة ساقعة فصوص الشوكولاتة تماسك عليه بسرعة. هبدأ بقى أزين أي تزيين تحبوه. دي شوكولاتة أنا عاملاها من الشوكولاتة الخام، الحقيقة ما صورتش الجزء ده لكن في أقرب وقت هعملها معاكم زي اللي بنشوفها على التورت الجاهزة في أي محل حلويات. اي طريقه تزيين حابين تعملوها اعملوها. شايفين بقى الجمال؟ انا ما بيكونش في حاجه الحقيقه في دماغي ساعه التزيين. هنزين بطريقه برضو بسيطه وشيك، وده اول جزء عملناه. يلا بقى نشوف الجزء التاني. نخش بقى على فاكهة الموسم الخطيرة وعلى رأسهم المانجا. مش هننكر لما بنضيفها في أي أكلة بتديها جمال على جمالها. اختاري المانجا اللي تكون ناشفة وفيها لحم كده، هتغسليها وتقشريها على خفيف وتقطعي اللحم ده لشرايح رقيقة جدا يعني، واللي هيساعدك في كده البلانشة والسكينة الحامية. هنزين بيها وجه التورتة. طبعا الفاكهة على حسب الموسم اللي انت بتعملي فيه التورتاية. خلاص قطعنا المانجا وكان الحقيقة طعمها زي العسل، وده الشكل التاني اللي دايما بنشوفه على وجه التورت. هنقلب كده وتديكي شكل حلو جدا. نخش على طول على الكيوي. اول واحده مش هقشرها لكن هنعمل خطوط عكس بعض وبعد كده بتفصلي الجزئين، هتديكي شكل حلو قوي. ركزي معايا، في الاول هتحسي ان الموضوع صعب لكن مع الممارسه والتكرار هتلاقي ايدك خدت على التزيين ومش هتبقي حاتله هم مناسبه تجيلك ولا حاجه سعر التورتايه غالي، هتقومي على طول تعمليها وفعلا هتشرفك جدا. شايفين بقى شكل الكيوي؟ كمان جبت البرقوق، نحاول برضو نختاره ناشف عشان نعرف نقطعه حلقات. يعتبر انا جبت كل الفاكهة اللي في السوق، فاكهة الموسم يعني. الكيوي برضو قشرتها التانية وقطعتها لشرايح رقيقة، والشرايح دي هنقسمها على جزئين. التفاح نقدر برضو نعمل بيه اشكال حلوة زي اللي بنشوفها على التورت الجاهزة. ادي اول شكل معانا. في عندك 3 الوان من التفاح، احمر واخضر واصفر. انا استخدمت الاحمر والاخضر عشان يكسر شوية اللون المتوفر عندكم. قطعي بس الشرايح رقيقة. وبعد كده هنعمل الشكل التالت ده حلو جدا. قطعت الشرايح رقيقة، تجيبي بقى الخل او الستيكس عشان نعمل شكل المروحة. اكيد كلكم بتشوفوه على التورت. لفي كده بشويش تتلف معاكي بكل سهولة. وده الشكل الاخير. يا رب اكون بسطت الموضوع عليكم، والله يا جماعة سهل جدا جدا. شايفين بقى الشكل الجميل ده؟ خلاص خلصنا تشكيل الفاكهة ويلا بينا بقى نزين. هبدأ بقى أرص شرايح الفاكهة كده حوالين التورتاية، وهنبتدي بالمانجا. ممكن في الأول نعمل روزيتات كده من الكريمة حوالين التورتة ونرص الفاكهة من جوه. دي برضو فكرة من الأفكار.
زي ما تحبوا يعني. التزيين ده يا جماعه على حسب ذوقكم وراحتكم خالص، حتى لو مفيش حاجه في دماغك، مجرد انك تدرجي الالوان كده بتاعه الفاكهه على التورتايه بتكون مبهجه وجميله. اهم حاجه تقطعيها لشرايح رقيقه. ممكن على فكره تستخدمي بديل المانجا كمبوت الاناناس او الخوخ، اكيد كلكم عارفينه، بيتجاب من اي هايبر كبير او الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلويات. برضو بتقطعيه لشرايح رقيقه وترصيه. بس انا ليا راي، كل لما تكون الفاكهه طازه وفريش كده على التورتايه مش معلبه، كل لما تديكي طعم احلى. شايفين بقى الجمال وتدرج الالوان؟ والحقيقه انا اتوصيت بالمانجا، كانت مخليه طعم التورتايه وشكلها اكتر من رائع بشهاده كل اللي دقها في عيد الميلاد. يعني انت لو عندك مناسبه او عيد ميلاد ولا حاجه لحد من افراد اسرتك، حبيتي تعمليها سواء كبيره او صغيره في الحجم بشويه التكات الصغيره اللي قلتلك عليها في حلقه النهارده او الحلقه اللي فاتت، صدقيني هتنجح معاكي مليون في الميه حتى لو اول مره تعمليها. ودي بقى المانجا الخطيره والتفاح اللي شكلناه. نسيت اقول لكم على فكره ان انا استخدمت كريز، لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي العنب الاحمر بس نكسر اللون. واخيرا هضيف ملمع الجل، هسيب لكم مقاديره في صندوق الوصفه. ليه بنضيفه؟ عشان نخلي الفاكهه كده تحتفظ باللون بتاعها ما يأكسدش، وتقعد معاكي لاطول وقت بنفس اللون والجمال اللي انتوا شايفينه ده. ولو وصلتوا لحد هنا بقى، اظن حلقه النهارده محتاجه منكم دعم والاشتراك في قناتي والشير للوصفه الحلوه دي بجد عشان الكل يستفيد منها. ما تجيبوش تورت من بره تاني ابدا. كل حاجه نعملها في البيت بنص التكلفه وبطريقه سهله وبسيطه. هنزين بقى بروزتات حوالين التورتايه كده، سواء الفواكه والشوكولاته، وده الشكل النهائي. جربوها، متاكده هتعجبكم. وباي باي.